أم الدنيا في كل المواجهات الرياضية مع المغرب الكبير قدم لنا فراعنة جدد للإعلام، اتهامات بالجملة، ادعاءات بالهمجية لشعوب شمال أفريقيا. هذاك علاش لازمنا نتحضروا شوية بما أن الصورة ديما تنصفها. وعند كل الجزائريين، ولا يجب أن تقوم بهذه التصرفات، ولا يجب أن تخرج من الباب الصغير، لأن جبل نعرفه حكم الذي يتمتع بأعصاب باردة. هذا شوية من برشا اعتداءات موثقة على كل ما هو نجاح مغاربي، ولحد هاللحظة ما ريناش حجة مقنعة منهم، لكن تعلمنا منهم الأخلاق كما تعلمنا الروح الرياضية وتعلمنا اللغة العربية على الطريقة هذه. قلنا بنقفل على السلبيات كلها بتاعتنا، كلها بنقفل عليها دلوقتي. عندنا هدف قومي، هدف قومي اللي هي مباراة مصر. مباراة مصر دي فوق كل اعتبار. هتقولوا لي لازم نهدى، مش هنهدى. محدش بيضايقكم، محدش بيزعجكم، محدش بيقول لك كذا او كذا. لا يا كابتن حازم قول لي من دلوقتي عشان نظبط. لا يعني ابعت لكم الطياره تبقى عندكم من دلوقتي عشان من المطار على طول. يعني هم كويسين قوي في الاستقبال، بس هم وحشين قوي في الوداع. غير راضيين، الفضائيات، التلفزيونات، المحل كله يوقف مع منتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب المغرب ومنتخب السودان. 4 منتخبات عربيه كلنا نقف معاهم. ايه المشكله؟ يعني عم مع منتخب مصر. انا بقول ان احنا بشكل عام، لا يعني بلدنا لا مش عايز تقف مع حد. بشكل عام انا واقف مع منتخب، انا ما بقفش مع المنتخب التونسي، ما بقى. صحيح اللي ما عندناش عدد كبير من وسائل الاعلام كيفهم، لكن بالمغرب الكبير ديما قلبه كبير على بلاده يغير، لكنه يصفق للي يكون خير.